عملنا الفيلم ده ما معالجه يتعملش من ورايا، ما حدش ياخده يسرقه ويعمل الفيلم بتاعي عشان بص هتخانق. للقصه، وانت هتعملي كاستنج للاشخاص القصه دي للقصه دي. طب لذيذ. وهنسمي اسم الفيلم دوت، وهنعمل ماشي. بوستر بالاي اي نعمل فيه الشخصيات اللي انت بتقولي عليها دي. الميكس ده اللي هو الناس تبقى ايه. في شخص عايز يبعد عن العصابه، والعصابه كلمته وقالت له عندنا عمليه. احمد عز. العصابه لقيته ان هو ما بيردش عليها وبيتجاهلها، قام نزلوا بوم خطفوه. مين هيكون رئيس العصابه اللي بيعمل الحاجه دي؟ ياسر ياسين بقى كان البارتنر بتاعه، وده سابه فهو بقى جازز عليه، يعرف يجز جامد. مين حبيبه البطل لما عرفت ان هو اتخطف بقى راحت كلمت اهله واصحابه لو ده اول فيلم انا هخرجه، احب اركز انا في الاخراج، ماشي. فانا هجيب دينا الشربيني. مين صاحب البطل اللي معاه في السايبر او بيساعده في السايبر عامل له مشاكل كبيره قوي؟ مصطفى غريب. بحبه قوي يا جماعه، بحبه قوي. وبعدين هو اصلا على الله حكايته. هيطلع ان آسر ياسين واحمد عز اخوات، وابوهم ده هو اللي هيقول لهم على السر ده بعد ما يكتشفوا ان هم كانوا في محمود حميده مامة آسر ياسين، سوسن بدر، ومامة احمد عز هتبقى يسرى، وهتطلع عينه وهتاخد وهو هيخطف منها الولد، فالولد هيطلع شرير، وبعدين عمره ما يعرف انه دي امه الا في الاخر، لانه هيقول له ان امه ماتت فهو هيكرهه اكتر. وسوسن بدر هو اصلا اتعرف عليها في الكار، فهي اصلا برضو هي معاه في زعيمه يعني فاهم. فيلم لذيذ. اسمه ايه بقى؟ عايزين اسم كاتشي. مش باختياري. في اغنيه كمان للفيلم اللي اتكسر الدنيا بقى سلطان يغنيها. سلطان واحمد سعد. خلاص كده. وده كوبي رايتس هنا شيحه.